السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم. معكم مستر يسر يحيى. هنكمل النهاردة يونت 3 ماي تايم، وهناخد أول 2 lessons فيه. نبدأ كده مع بعض. هنا عندي lesson 1 و lesson 2. هنبدأ كالعادة بالفوكاب. أول حاجة عندي to do list. to do list يعني قائمة المهام. captain بمعنى قائد الفريق أو قبطان. chef اللي هو الشيف أو رئيس الطعام في المطعم. community بمعنى مجتمع. cook بمعنى طاهي يعني طباخ. يعني كلمة cook تمشي verb وتمشي noun. هي لو verb يبقى بمعنى يطهو أو يطبخ، لكن لو هي noun زي النهارده كده يبقى معناها طباخ أو طاهي. عندي كلمة describe بمعنى يصف، وهاخد بالي ان describe حطيت لي جنبها حرف دي، يعني في الباست والباست participle الماضي والتصريف الثالث هزود دي تبقى described. evening classes يعني دروس مسائية. first aid يعني إسعافات أولية. free time وقت الفراغ. journal هنا بمعنى مجلة أو دفتر اليومية، يعني دفتر حضرتك صغير كده أو نوتة صغيرة بتكتب فيها اللي بيحصل لك يوميا. organize بمعنى ينظم، واخد بالي ان جنب منها دي يبقى organized. recipe اللي هي وصفة الطعام او الطريقة اللي بنعمل بيها الاكل، المقادير بتاعت الاكل والكلام ده. skill بمعنى مهارة. sports field يعني ملعب رياضي. swimming pool حمام السباحة. tennis court يعني ملعب تنس. thoughts يعني افكار. بعد كده عندي الاديشنال فوكاب. عندي كلمة call بمعنى يتصل، والباست participle بزود اي دي تبقى called. green spaces يعني مساحات خضراء. imagine يتخيل، يبقى في الماضي والتصريف الثالث imagined بزود دي. lovely بمعنى جميل. minute دقيقة. restaurant مطعم. table tennis تنس طاولة اللي هو البينج بونج. type يعني نوع. wait بمعنى ينتظر، والماضي والتصريف الثالث waited بزود اي دي. training بمعنى تدريب. نيجي نشوف الاكسرسايز الصغير ده. choose and complete. imagine يعني يتخيل. cook يعني طباخ. wait ينتظر. organize ينظم. تعالى كده نشوف اول واحدة. number 1 the not made tasty soup. هو ايه اللي صنع tasty soup؟ شوربة لذيذة. I like it very much حبيتها جدا، يبقى اكيد الطباخ اللي هو الايه cook. بعد كده نمبر 2 it's hard to know the world without electricity. هو صعب ان انت ايه العالم بدون كهرباء، صعب تتخيل العالم بدون كهرباء، يبقى اقول imagine. يبقى زي ما احنا شايفين العملية كلها معتمدة على ايه؟ على الترجمة. انا حافظ الكلمات بتاعتي وحافظ معانيها، فبنقدر نترجم وبناء عليه بقدر احل. نمبر 3 they asked an expert to their wedding party. هم طلبوا من خبير يعمل لهم ايه الحفل الزفاف بتاعهم، يبقى اكيد ينظم لهم organize. بعد كده وصلنا لل language expressions اللي هي التعبيرات اللغوية. عندي كلمة do activities يعني يؤدي أنشطة. do sports يمارس رياضة أو يلعب رياضة. get ready for يستعد لكذا. get ready for يستعد ليه. make food يعد الطعام أو يجهز الطعام. make food. learn new skills يعني يتعلم مهارات جديدة. go for a walk يعني يذهب للتمشية. ممكن أقول لك come for a walk يعني يأتي للتمشية. تنفع go وتنفع come. take courses يأخذ دورات يعني يأخذ كورسات. take courses. take regular exercises يعني يمارس تمارين رياضية بطريقة منتظمة أو بانتظام. tidy the house يعني يرتب المنزل. have a lesson يأخذ حصة. بعد كده عندي prepositions حروف الجر. at a sports day يعني في اليوم الرياضي. focus on بمعنى يركز على. in writing يعني كتابيا. on the tennis court في ملعب التنس. اخد بالي في ملعب التنس انا قلت on، محدش يقول لي in. on the tennis court. on the weekend
on the weekend يعني في العطلة الأسبوعية. thanks for شكرا على، بشكر شخص على حاجة. thanks for your present مثلا، شكرا على هديتك. وصلنا للريجولار verbs الأفعال الشاذة. sleep slept slept sleep slept slept spend spent spent spend spent spent sleep ينام وspend يقضي زي ما احنا شايفين التصريفات بتاعتهم. يبقى الحاجات دي لازم تكون محفوظة عشان اقدر احلها. عندي الwords and opposites كلمات وعكسها. different مختلف يبقى عكسها same، متشابه او مشابه او مثل يبقى different عكسها same. healthy صحي يبقى عكسها unhealthy غير صحي. hungry جوعان عكسها full ممتلئ يعني شبعان. regular منتظم عكسها irregular يعني غير منتظم. start وبegin الاثنين معناهم يبدأ عكسها اما end او finish بمعنى ينهي. عندي 4 حرف جر 2 حرف جر makes healthy. تعالى كده نشوف. number 1 it's a to eat fruits and vegetables. هو ايه ان انت تاكل فاكهة وخضار، اكيد حاجة صحية بقول it's healthy. number 2 thanks not helping me with my homework. كلمة thanks شكرا على اسمها thanks for حرف الجر بتاعها على طول من غير ما افكر انا حافظها. number 3 my mother the best food in the world. ماما بتعمل ايه الافضل طعام في العالم؟ هي بتصنع يبقى makes، تعمل احلى اكل. تمام. بعد كده وصلنا هنا لايه؟ لللانجوج نوتس الملاحظات اللغويه. عندي كلمه need to، هاخد بالي need to احنا متعودين need to بمعنى يحتاج ان. احنا متعودين دايما التو بيجي لي وراها infinitive يعني فعل في المصدر، يعني فعل بدون اي اضافات. يبقى كلمه need to بمعنى يحتاج ان بيجي لي بعد منها سوري يا شباب، بيجي لي بعد منها فعل في المصدر. I write a to-do list of things I need أو to do. أنا بكتب قائمة مهام الأشياء I need to do اللي أنا محتاج إن أنا أفعلها. يعني بكتب قائمة بالحاجات اللي أنا هعملها. فأنا هنا عندي need to حطيت وراها فعل في المصدر do. كلمة spend بمعنى يقضي. تمام. لو حطيت وراها وقت تمام مثلا 2 o'clock 2 hours 3 hours time تمام، يبقى بعد الوقت بحط ايه ing. يبقى كلمه spend بعد منها وقت بحط بعد الوقت ايه ing. I spend my free time، اهو الوقت بتاعه free time وقت فراغي reading books، انا بقضي وقت فراغي في قراءه الكتب. يبقى انا spend حطيت وراه وقت، بعد الوقت حطيت فيرب ing. ممكن نقول مثلا ايه جمله ثانيه نفهم بيها اكتر. I spent 2 hours studying English. فأنا لو بصيت اهوت I spent ادي كلمة spent اهيت 2 hours ده الوقت بتاعي اهوت تمام. studying انا قضيت ساعتين studying English بذاكر انجليزي. يبقى spend بعد منها توقيت، بعد التوقيت بحط ايه verb ing واكمل. تمام. نمبر 3 قال لي it's time for. it's time for بمعنى حان وقته، بحط وراها الشيء اللي حان وقته. it's time for dinner it's time for studying it's time for school ايا كان. وبعد المفعول بتاعي الحاجه الشيء اللي حان وقته بحط ايه to زائد الفعل في المصدر. اه it's time for the game، حان وقت اللعبه to start لكي تبدا. يبقى دي it's time for حطيت المفعول بتاعي، بعد المفعول حطيت to زائد فعل في المصدر. بعد كده عندي هنا الورز اند سينونيم كلمه ومعناها يعني free time هي spare time الاثنين بمعنى وقت فراغ. يبقى free time هي spare time. عندي البريفكس اللي عندنا النهارده كلمه regular منتظم حولتها ل irregular يبقى انا زودت بريفكس ir. healthy unhealthy يبقى انا زودت هنا بريفكس un. تعالى كده نشوف مع بعض. نمبر 1 في التشويس children spend hours games with their friends. ادي عندي كلمه children spend ادي spend بعد منها ايه hours. الاورز ده يعتبر وقت، يبقى انا عايز verb ing يبقى اخد ايه playing games. نمبر 2 we need a lot of things. محتاجين ايه اشياء كثيره because we have a lot of things لان احنا عندنا اشياء كثيره.
يبقى we need ايه to buy ولا to buying ولا to buy ولا bought. يبقى انا we need انا سيبني من المعنى، انا اللي يهمني انا كلمه need بيجي لي وراها to فعل في المصدر يبقى ايه to buy. we need to buy a lot of things because we have a lot of things. محتاجين نشتري حاجات كتير عشان عندنا حاجات كتير هتتعمل المفروض. Number 3 it's time for our team the game. it's time for ادي المفعول يبقى انا عايز to ومصدر يبقى to win the game. الفريق بتاعنا انه يفوز بالمباراة او يفوز باللعبة. Number 4 I get the A of healthy we as the prefix un. to get the A of healthy عشان احصل على ايه بالنسبة لhealthy we as the prefix un بزود البداية un. healthy unhealthy healthy unhealthy يبقى انا كده عملت الايه الانتونيم or opposite العكس موجود مني عندها كلمة ايه انتونيم. بعد كده وصلنا لجزء الريدنج. النهارده بيقول لي how I spend my time ازاي بقضي وقتي. بيقول لي read and listen to the email هنقرا ونستمع للايميل. how does محمود start and end his day عشان نتعرف محمود بيبدأ يومه وينهي يومه ازاي. فهنا عندي from محمود من محمود to آسر إلى آسر. السبجكت بتاعنا بيتكلم عن hello new friend ترحيب بالصديق الجديد. هاي آسر مرحبا يا آسر. thanks for your email شكرا على الايميل بتاعك. you asked me about my free time انت سألتني عن وقت فراغي. this is an important year السنة دي سنة مهمة at school في المدرسة and I don't have much free time ما عنديش وقت فراغ كتير. so لذلك I like to use it well أنا بحب إن أنا أستخدمه بطريقة كويسة. in the mornings في الصباح أو كل يوم صباحا before school قبل المدرسة I write a to-do list بكتب قائمة للمهام of things I need to do للأشياء التي أريد أن أفعلها. يعني قبل ما بنزل بكتب قائمة بالحاجات اللي أنا عايز أعملها خلال اليوم عشان أقدر إيه أنظم وقتي. it really helps me to organize my day حقا هي تساعدني to organize my day إن أنا أنظم يومي. after school بعد المدرسة I do different things بفعل أشياء كثيرة أو بعمل حاجات كثيرة. it's important to take regular exercise مهم جدا إن أنت تعمل تمارين منتظمة أو تمارين رياضية منتظمة. so on Tuesdays and Thursdays لذلك أيام الثلاث والثيرزدايز الخميس I play football with my friends بلعب كرة قدم مع أصدقائي. I like playing with them بحب اللعب معهم. they help me a lot بيساعدوني كتير. I also like to learn new skills أيضا بحب أتعلم مهارات جديدة. so لذلك I go to the evening classes بذهب للحصص المسائية أو الدروس المسائية. at the moment في هذه اللحظة I'm learning first aid بتعلم الإسعافات الأولية. I want to be able to help people عاوز أكون قادر على مساعدة الناس. on the weekends في العطلات الأسبوعية I spend time with my family بقضي وقت مع العيلة بتاعتي. we like to go for walks in nature بنحب نذهب للتمشية in nature في الطبيعة. we don't take our phones مش بناخد معانا التليفونات بتاعتنا. so we can enjoy what is around us لكي نستطيع أن نستمتع بما هو حولنا. يعني مش باخد التليفونات المحمولة معانا ونقعد بقى ايه نشغل نفسنا بالتليفونات ونقعد نلعب عليها لا فاحنا بنروح بدون تليفونات عشان نستمتع بما حولنا. there are some really lovely parks and gardens in this city في حدائق حقا رائعة وجميلة في هذه المدينة. sometimes أحيانا my brother and I help in the community أخويا وأنا بنساعد في المجتمع. he is a chef هو شيف and we help to make food for hungry people بنساعد في إعداد الطعام للناس الجوعى. at his restaurant في المطعم بتاعه يعني الزباين بتوع المطعم. I love to learn recipes from him بحب أتعلم وصفات الطعام منه. my mom is a good cook too ماما طباخة شاطرة أيضا. I think my brother learned a lot from her أعتقد إن أخويا اتعلم كتير منها. every night كل ليلة before I go to bed قبل الذهاب للفراش I write a journal بكتب اليوميات بتاعتي. it helps me to think about what I have done يبقى اليوميات اللي هي الجورنال دي بتساعدني ان انا اعمل ايه think about what I have done ان انا افكر في الحاجة اللي انا عملتها and focus on good things واركز على الاشياء الجيدة. يعني list to do دي اللي هي الحاجات اللي انا هعملها يبقى دي انا list to do او to do sorry to do list دي الحاجات المهام اللي انا لسه هعملها دي قائمة بكتبها عشان افكر نفسي بيها. لكن لما بيجي يقول لي جورنال هنا بمعنى ايه دفتر يومية او يوميات او مفكرات او مذكرات بكتبها اخر اليوم بكتب الحاجات اللي انا عملتها طول النهار
وابدا اقراها كده بالراحه عشان اقدر اركز، اعرف ايه الحاجه الكويسه اركز عليها والحاجه اللي مش كويسه اقل منها. I think it helps me to sleep better too. اعتقد ان هي بتساعدني ان انا انام كويس ايضا. Tell me how you spend your free time. قول لي او احكي لي عن ازاي بتقضي وقت فراغ. Maybe I can get some good ideas. ربما استطيع الحصول على افكار جيده منك. باي 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 يعني محمود. عندي هنا بيقول لي what are you doing؟ ماذا تفعل؟ عندي المحادثه، هنشوف هنا المحادثه بيقول ايه. Where would you and your best friend like to go؟ أين تحب أن تذهب أنت وأفضل أصدقائك؟ فإحنا هنشوف الحوار. هو الحوار هنا الغرض منه إن هو بيطبق لي القاعدة اللي إحنا هناخدها النهارده اللي هي present continuous، وفي نفس الوقت برضه بيوريني صيغة الحوار ما بين اتنين. Listen to the dialogue. استمع للمحادثة. Which of the places in exercise 1 are they going؟ عشان نعرف هم رايحين فين. عندي مليكة ومازن بيتكلموا مع بعض، فمليكة بتقول إيه؟ هاي مازن، مرحبا يا مازن. فرد مازن على إيه؟ هاي مليكة، مرحبا يا مليكة. What are you doing؟ ماذا تفعلين؟ تعملي ايه؟ فردت مليكة قالت له I'm getting ready to go out. بستعد للخروج. Do you still want to go to the park؟ هل ما زلت تود الذهاب للحديقة؟ فمازن قال لها actually حقا let's go to the tennis court. هيا نذهب إلى ملعب التنس. فهنا هو اقترح اقتراح، فمليكة وافقت على الاقتراح، قالت له اوكي جود ايديا، فكرة جيدة. بعد كده مليكة searching noisily for something، بدأت بإزعاج تدور على شيء ما، تبحث عن شيء ما بطريقة مزعجة. فراح مازن قال لها what are you doing now؟ ماذا تفعلين الآن؟ بتعملي إيه دلوقتي؟ فردت مليكة قالت له I'm looking for something، ببحث عن شيء ما. I must find my umbrella before I leave the house. يجب إن أنا ألاقي أو لازم إن أنا ألاقي الشمسية بتاعتي قبل ما نغادر المنزل. فمازن قال لها why؟ It isn't raining at the moment. إنها لا تمطر في هذه اللحظة، الدنيا مش بتمطر. فمليكة قالت له it isn't for the rain، مش للمطر، it's for the sun، دي عشان الشمس، عايزة تستخبى تحت الشمسية من الشمس. فمازن لا اوكي ويل حسنا see you soon باي، اشوفك بعدين، باي 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 مع السلامة. phone ringtone، سمعنا نغمة تليفون. هنا سمر بتقول هاي مازن، مرحبا يا مازن، يبقى هنا في مكالمة تليفونية، التليفون رن. سمر بتكلم مازن فبتقول له هاي مازن، فمازن قال لها هاي سمر، مرحبا يا سمر. Do you want to come to the tennis court with me and مليكة؟ تحب تيجي معايا؟ فطبعا مازن بيقول لها، يعني بيقول لسمر تحب تيجي معانا ملعب التنس معايا انا ومليكة؟ فسمر قالت له thanks، شكرا، but I can't، لكن مش هقدر. I'm doing my math project، انا بعمل مشروع الرياضيات بتاعي. have fun، اتمنى لكم قضاء وقت ممتع. thanks باي، شكرا مع السلامة. pause يعني فترة توقف كده، سكوت للحظة. بعد كده مازن اند مليكة الاثنين مع بعض. هاي ادم، يا مرحبا يا ادم. ادم رد قال ايه؟ هاي مازن، هاي مليكة، مرحبا يا مازن، مرحبا يا مليكة. وات ار يو دوينج؟ ماذا تفعلون؟ بتعملوا ايه؟ فمليكة قالت له وي ار جوينج تو ذا تنس كورت، رايحين ملعب التنس. وات ار يو دوينج؟ انت بتعمل ايه؟ قال لهم اي، فرد ادم قال ايه؟ I just finished training with my football team، لسه حالا مخلص تدريب مع فريق كرة القدم بتاعي. now دلوقتي I am meeting a friend at the cinema، بقابل صديق في السينما. فمليكة قالت له نايس، who are you meeting؟ هتقابل مين؟ فآدم قال لها I am meeting سمر، هقابل سمر. مازن and مليكة what؟ he said he had، سوري سامر مش سمر، he said he had to do his math project، هو قال ان هو عاوز ايه؟ عنده مشروع الرياضات بتاعه بيعمله. فآدم قال له yes but he finished early، لكن هو خلص بسرعة. and now he can come، دلوقتي هو يقدر ايه؟ يجي. سوري يا شباب انا قريتها على انها سمر مش سامر، هي سامر. نكمل بعد كده. هنا اعطيني بيقول لي complete the text with the present continuous from of the verb in practice، يعني هو ده المفروض تمرين موجود عندي في الكتاب. الفعل موجود ما بين قوسين، هو عايزني احطه في صيغه البريزنت كونتينوس اللي هو am is are verb ing. good afternoon، مساء الخير. as you know، كما تعلمون our students aren't having lessons this afternoon، الطلبه بتوعنا ما عندهمش دروس النهارده بعد الظهر because it's the school sports day، لان النهارده اليوم الرياضي للمدرسه. at the moment، في هذه اللحظه some students are running، بعض التلاميذ بيجروا and their parents are watching them، والديهم بيشاهدون بيتفرجوا عليهم. that's great، هذا شيء رائع. some students are playing tennis on the tennis court behind me، بعض الطلبة بيلعبوا تنس في ملعب التنس خلفي. it looks like an interesting game، تبدو ان هي لعبة شيقة. the football teams are getting ready for their match،
فرق كرة القدم بتستعد للمباراة بتاعتها. wait a minute انتظر لحظة. one student is walking onto the football field. في طالب ماشي على ملعب كرة القدم. he is the captain of one of the teams. ده الكابتن او القائد بتاع احد الفريقين. now both of the teams are there. دلوقتي الفريقين موجودين. it's time for the game to start. حان وقت اللعبة لكي تبدأ. هو كده كأنه مذيع بيذيع اليوم الرياضي بتاعه. تمام. تعالى كده نبدأ نحل ونشوف مع بعض. number 1 بيقول لي I like to read stories in my not time. أحب أقرأ القصص في وقت إيه؟ وقت الفراغ. يبقى free time وقت فراغي. number 2 إياد is learning إيه at school to save lots of lives. إياد بيتعلم إيه في المدرسة عشان ينقذ الكثير من الأرواح. يبقى أكيد بيتعلم first aid الإسعافات الأولية. number 3 we have practice on the A every day. اتمرنا على إيه كل يوم because we have a match next month. لأن عندنا مباراة الشهر اللي جاي. يبقى on the sports field الملعب الرياضي. number 4 the نقط decides the game strategy. مين اللي بيقرر الاستراتيجية بتاعت اللعبة and tells each player their role on the field. وبيعرف كل لاعب دوره في الملعب. يبقى أكيد الإيه الكابتن. يبقى العملية كلها ترجمة. لازم أقرأ وأترجم عشان أقدر أعرف الإجابة. we had a meeting to solve our problems. عندنا اجتماع عشان نحل مشاكل إيه بتاعتنا. we should live in a better place. يجب إن إحنا نعيش في مكان أفضل. يبقى طالما لازم نعيش في مكان أفضل يبقى هنحل مشاكل المجتمع بتاعنا. يبقى إيه our community problems. number 6 هانا found a new A for pizza. هانا وجدت إيه جديد للبيتزا. it was delicious. كانت لذيذة. أكيد وصفة جديدة بقت recipe. هانا found a new recipe for pizza. وجدت وصفة جديدة للبيتزا. it was delicious. كانت لذيذة. learning new A can help you get a good job. تعلم إيه جديد يساعدك إن أنت تحصل على وظيفة جيدة. يبقى إيه skills. number 8 تعلم مهارات جديدة بيساعدك على الحصول على وظيفة جيدة. إيمان writes a every night. إيمان بتكتب إيه كل ليلة before she goes to bed. قبل ما تدخل تنام يبقى journal. لما تصحى يبقى to do list. رامي courses in computer science to find a good job. رامي بيعمل إيه الكورسات في مجال الكمبيوتر عشان يحصل على وظيفة جيدة. بياخد يبقى إيه takes courses. number 10 he plays tennis the tennis court. هو بيلعب تنس على ملعب التنس او في ملعب التنس. يبقى اسمها ايه on. احنا حافظينها on the tennis court. ما تاخدش in ولا اي حاجه تانية. number 11 they take a breaks during work. هم اخدوا راحه شكلها ايه اثناء العمل. they rest every 3 hours. هم بيرتاحوا كل 3 ساعات. طالما بيرتاح كل او على كل فترات محدده كده كل 3 ساعات راحه يبقى راحه بنسميها راحه منتظمه regular break. رقم number 12 children felt ايه after playing outside for long hours. الاطفال حسوا بايه بعد اللعب في الخارج لعده ساعات. يبقى كده ايه hungry. حسوا بالجوع. تمام. number 13 the نقط made a delicious meal. مين اللي صنع وجبه لذيذه. coach ولا recipe ولا captain ولا cook. اكيد الكوك اللي هو الايه طباخ. number 14 ياسين talked to us about his trip. ياسين اتكلم معانا عن الرحله بتاعته. and not every minute. وعمل ايه لكل دقيقة. اتكلم معانا عن الرحلة بتاعته. اكيد وصف كل دقيقة يبقى described every minute. I like to not time with my family. احب اعمل ايه للوقت مع عائلتي. يقضي وقتا يبقى اسمه spend time. number 2 all people like to walk in a to enjoy green views. ناس العجوزة بتحب تمشي فين عشان تستمتع بالجرين فيوز بالمناظر الخضراء. يبقى اكيد ناتشر في الطبيعه. number 3 نورا usually describes her thoughts in writing كتابيا. نورا غالبا او عاده بتوصف افكارها in writing كتابيا بطريقه مكتوبه. number 4 كريم doesn't have much to do his hobbies. كريم ما عندوش كفايه عشان يؤدي الهوايات بتاعته. الهوايات بنحتاج لها وقت فاضي اللي هو الفري تايم. يبقى doesn't have much free time. ما عندوش وقت فراغ كتير. number 5 we write to do ايه اسمها to do list قائمة المهام. we write to do list of things we need to do.
نكتب قائمة بالمهام اللي احنا محتاجين ان احنا نعملها. Number 6 تاليا goes to evening A to learn new skills. تاليا بتذهب لإيه مسائي عشان تتعلم مهارات جديدة، يبقى أكيد evening classes حصص أو دروس مسائية. رقم 7 I like to A for walks in nature to spend time with my family. يبقى to go for يذهب للتمشية. Number 8 my uncle is an art. عمي يكون إيه؟ he makes tasty food at his restaurant. عمي إيه؟ بيصنع طعام لذيذ في المطعم بتاعه، يبقى أكيد شيف. Number 9 Dina likes to go to the tennis A to practice her favorite sport. دينا عاوزة تروح إيه بتاع التنس عشان تمارس رياضتها المفضلة، يبقى أكيد تنس كورت ملعب التنس. Number 10 my sister and I 8 lessons a day. أختي وأنا إيه 8 دروس في اليوم. عندنا 8 دروس يبقى have، طبعا أنا خدت have حسب المعنى، لكن لو كان عندي have أو has كنت هاخد برضه الهاف، لأن إيه sister and I بتبقى إيه جمع. Number 11 the children do many activities a sports day at school. يبقى هنا بيقول لي الأطفال بيأدوا أنشطة إمتى السبورتس داي في اليوم الرياضي في المدرسة؟ at the sports day ولا for ولا with ولا by؟ يبقى at the sports day في اليوم الرياضي. رقم 12 the football teams are trying to be ready for their next match. بيستعدوا، اسمها ايه ready for get ready، يبقى فرق الكرة بتستعد للايه للمباراة التالية. Number 13 I not for my friend for long. انا ايه اصحابي لمدة طويلة but او لصاحبي لمدة طويلة but he didn't come لكنه ما جاش، يبقى اسمها ايه انتظرته I waited. wait for ينتظر صديقه. Number 14 أنس likes to not his desk before starting work. أنس عمل ايه او بيعمل ايه للمكتب بتاعه قبل ما يبدأ العمل. organize ولا wait ولا focus ولا imagine؟ اكيد بينظم مكتبه قبل ما يبدأ شغله، يبقى organize. بعد كده وصلنا للجرامر بتاعنا. النهارده بنتكلم عن present continuous tense زمن المضارع المستمر. هو مش حاجة جديدة بالنسبة لنا، هو حاجة احنا عارفينها قبل كده. بيتكون ايه المضارع المستمر اهو am is are فعل في المصدر ing، يبقى am is are verb ing. نكتبها هنا عشان نبقى برضه شايفينها قدامنا. يبقى am is are plus verb plus ing، يبقى ده شكل present continuous المضارع المستمر اللي هو الفعل am is are ing. تعالى كده نشوف I am reading a story now. أنا أقرأ قصة الآن. I am reading. ناخد بس منفتح شوية. I am reading a story now. We are going to the tennis court now. احنا رايحين ملعب التنس دلوقتي. She is writing a letter. هي بتكتب خطاب at the moment دلوقتي. طيب انا كده فهمت الاستخدام بتاع present continuous، استخدام المضارع المستمر، ان انا بستخدمه عشان اعبر عن افعال تحدث او لا تحدث اثناء الكلام. يعني دلوقتي لو هي مثبتة يبقى بتحدث، منفية يبقى لا تحدث، يبقى اشياء تحدث اثناء الكلام ومستمرة لفترة بعد ذلك. يعني هنا لما قلت I am reading a story now انا اقرأ قصة الان، يبقى انا بنقرأ القصة دلوقتي وهفضل اقرأ شوية كمان في استمرار. We are going to the tennis court now. نحن ذاهبون الى ملعب التنس الان، يبقى احنا رايحين دلوقتي وهنفضل رايحين لحد ما نوصل. She's writing a letter at the moment. هي بتكتب خطاب في الوقت الحالي او دلوقتي، يبقى هي دلوقتي بتكتب وهتفضل تكتب شوية كمان. هنشوف المثالين دولت كمان. I'm doing my math project. انا بعمل مشروع الرياضيات بتاعي، يعني قاعد شغال فيه دلوقتي وهفضل شغال لحد ما اخلصه ساعة 2 نص ساعة. I'm not watching TV now. لا اشاهد التلفزيون الان، عشان في نوت هنا اهوت يبقى ده ايه منفي، يبقى انا عندي verb to be بالنسبة لي ده في حالة النفي الإثبات am is are present continuous، في حالة الإثبات am is are verb ing، في حالة النفي أهي am not is not are not plus verb plus ing.
يبقى لو الجملة بتاعتي مثبتة am is are فعل ing. لو الجملة بتاعتي منفية am not is not are not. واخد بالي ان is not اختصارها isn't، are not اختصارها aren't، لكن am not ملهاش اختصار. تعال نشوف كده الامثله اللي هتعطيها اهو. الف الافرماتيف في حاله الاثبات الام الايز والار زائد الفعل في اي ان جي. الام بتيجي مع الاي، الايز بتيجي مع الهي والشي والات والاسم المفرد، الار بتيجي مع يو ووي وزي واسم جمع. اعطاني امثله اهوت. I am cooking dinner for my family. انا بطبخ الطعام لعائلتي. She is reading a book. سوري يا شباب. She is reading a book مش عايزة اتنسخ خلاص، حقك عليا. She is reading a book in her room. هي بتقرأ كتاب في غرفة نومها. My friend is watching TV. يبقى am cooking is reading is watching. ادي am وادي is verb ing. اعطاني مثال اهو. We are going to the tennis court. احنا رايحين ملعب التنس. are going. The kids are having lunch. الاطفال بيتغدوا are having. يبقى اعطاني مثال على كل واحده، واحده بالام واحده بالايز واحده بالار، كلهم فيرب اي ان جي بيدلوا ان الشيء ده بيحدث الان. حبيت انفيها يبقى الام هيبقى اسمها ام نوت، الايز اسمها از نوت او اذن، الار اسمها ار نوت او ارن. I am not eating at the moment. انا لا اكل في الوقت الحالي. علي is not studying right now. علي مش بيذاكر دلوقتي. ينفع اقولها isn't studying. The cat isn't sleeping. القطة ليست نائمة. You aren't traveling abroad. انت مش مسافر للخارج this summer هذا الصيف. are verb ing are not عملها aren't. My brothers are not going to the cinema. اهي بدل ما يكتبها aren't كتبها are not. ليسوا مسافرين. My brothers aren't going to the cinema. اخواتي مش رايحين السينما. يبقى الخلاصة في حالة الإثبات am is are verb ing. في حالة النفي am not is not are not زائد الفعل فيه ing. قال لي بس خد بالك من حاجة. الأفعال المنتهية بإي لما باجي أزود الاي ان جي أعملها قدامنا أحسن بحذف الإي زي كلمة إيه؟ درايف آخرها إيه؟ لما أجي أحولها الاي ان جي تبقى إيه؟ درايفنج. اللي أنا عملته حذفت الإي. يبقى الفعل المنتهي بإي عند إضافة الاي ان جي بحذف الإي. قال لي حاجة كمان. فعل المنتهي بحرف ساكن قبليه حرف متحرك زي كلمة swim. لو انا جيت بصيت swim اخرها ام وقبل الام اي، يبقى الام ده كونسونانت والاي ده فاول. تمام. يبقى في الحالة دي لما اجي اضيف الاي دي هكتب الام مرتين. هعمل اضاعف الحرف swim سوري مينج. تمام. في حاجة كمان قال لي الفعل بتاعي لو انتهى باي اي زي كلمة مثلا ايه لاي اخرها اي اي. عند اضافة الاي ان جي لازم احذف الاي اي واحولها الى واي تبقى كده لا ينج. يبقى دي الحالات الشاذة بالنسبة لاضافة الاي ان جي. هنكمل مع بعض. طيب في حالة السؤال انا عايز اكون سؤال. العملية بسيطة جدا ان انا هبدأ بام وايز وار لو سؤال يس او نو، بعد منه الفعل فيه اي ان جي واكمل الجملة بتاعتي. am I doing well؟ هل انا بحل كويس؟ يبقى الاجابه yes you are او no you aren't. ده سؤال اجابته yes او no. is هبه reading a book؟ هل هبه تقرا كتاب right now دلوقتي؟ yes she is او no she isn't. يبقى طالما سؤال اجابته yes او no ما عنديش اداه استفهام. هبدا بام او is او are حسب الفعل الموجود عندي، بعد كده فعل ing وبعد كده باقي السؤال لو فيه. يبقى في الاجابه بقول يا اما yes يا اما no. are the boys playing football in the park؟ هل الاولاد بيلعبوا كرة قدم في الحديقة؟ yes they are او no they aren't. طب لو عايز اعمل WH question سؤال بأداة استفهام، كل الفكرة ان انا هبدأ بأداة الاستفهام بعد منها am او is او are الفاعل فعل ing اكمل. how am I doing in my project؟ كيف اؤدي او كيف افعل في مشروعي؟ قال لي you are doing well انت شغال كويس. where وادي الفعل بتاعي is Sarah going this weekend؟ أين تذهب سارة هذا الأسبوع؟ she is going to كذا. she is going to the tennis court. هي رايحة ملعب التنس. يبقى دي أداة الاستفهام is أو am أو are الفاعل verb ing.
What are you doing right now؟ ماذا تفعل الآن؟ أهي أداة الاستفهام أهيت، الفعل المساعد am أو is أو are، الفاعل verb ing، بكمل باقي. ماذا تفعل الآن؟ قال له I'm studying my lessons، بذاكر دروسي. اتفضل لي بعد كده في مجموعة من الكلمات لما بشوفها في الجملة يبقى الجملة بتاعتي لازم تكون present continuous، مضارع مستمر، يعني الفعل am أو is أو are. عندي أول حاجة كلمة إيه؟ now أو right now بمعنى الآن، شفتها يبقى الفيرب بتاعي am is are verb ing. شفت كلمة زي كلمة still بمعنى ما زال، يعني الجملة دي لسه بيعمل الحاجة دهيت، يبقى هقول إيه؟ برضه verb ing. كلمة look، كلمة listen، كلمة watch out أو look out، كل دي عبارات تحذيرية بتيجي في بداية الجملة، يبقى في الحالة دهيت هستخدم مضارع مستمر، يا إما look أو listen أو watch out look out. at the moment في هذه اللحظة، تمام. at the present في الحاضر. today اليوم أو بلادي النهاردة. nowadays أو these days، يبقى أي واحدة من دولت بشوفها يبقى الفعل بتاعي هيكون إيه؟ present continuous، مضارع مستمر. تعالى كده نحل مع بعض ونشوف. نمبر 1 my father أبوك right now، من غير ما أفكر لقيت كلمة now يبقى أنا عايز مضارع مستمر. بص طريقة التفكير، لقيت now يبقى أنا عايز مضارع مستمر. المضارع المستمر يعني إيه؟ يعني am is are فعل ing. أبدأ أدور على الشكل اللي أنا قلته أهو is reading، يبقى my father is reading أبوك right now. look قبل ما أكمل لقيت كلمة إيه؟ look بتدل على present continuous. بص أنا ما قريتش، بس مش صح إن أنا ما أقراش، لازم أقرا للآخر الأول. look she نقط in the living room، هي ايه؟ في حجرة المعيشة. يبقى look بتدل على present continuous المضارع المستمر. am is are فعل ing، الشي بتاخد is، ما عنديش غيرها اهي is eating، هي بتاكل في غرفة المعيشة. what the boys doing outside، ده سؤال، تمام. هنا عندي كلمة doing verb ing، يبقى فاضل لي am أو is أو are. جميل. the boys جمع، تاخد am ولا is ولا are؟ هتاخد are. يبقى what are the boys doing outside، ماذا يفعل الأولاد في الخارج. Number 4 where is my cat؟ أين قطتي؟ it's not under the tree، it is a under the tree، بتعمل ايه تحت الشجرة؟ طالما عندي am أو is أو are يبقى الفعل اللي وراها هيكون verb ing، بقول it's sleeping، هي نايمة تحت الشجرة. my family and I عيلتي وأنا dinner at the moment، العشاء دلوقتي في تلك اللحظة. we are watching TV، احنا بنتفرج على التلفزيون. لو أنا قريت لحد كلمة at the moment واحد هيقول لي مستر تنفع are cooking وتنفع aren't cooking، ما انا ما عنديش حاجه تدل عليها. are cooking عيلتي بتطبخ، عيلتي وانا بنطبخ دلوقتي، عيلتي وانا ما بنطبخش دلوقتي. طب مين اللي هيحدد لي؟ وانا خدت الكوكينج ليه؟ عشان at the moment عايزه مضارع مستمر، فالاثنين دول مضارع مستمر. لما كملت الجزء الاخير من الجمله قال لي we are watching TV، ده احنا بنتفرج على التلفزيون، يبقى هو اكد ان هم مش بيطبخوا، يبقى we aren't cooking. Number 6 I can't watch TV this with you، ما اقدرش اتفرج على التلفزيون معاك. I not a letter to my friend، انا بكتب خطاب لصديقي، يبقى am writing. Number 4 are the birds not in trees at present، اول ما شفت at present يبقى مضارع مستمر، وغير كده كده عندي الار يبقى فاضل لي الفعل ing يبقى singing. Number 8 the students not a beautiful picture on the wall، الطلبة عملوا ايه؟ صورة جميلة على الحيطة. I see them over there، شايفهم كلهم هناك هم، يبقى هناك همت، يبقى are painting بيلونوا. I can't see علا، مش شايف علا. she not for her exam in the library، يبقى she is studying، بتذاكر دلوقتي في المكتب. why the children laughing، عندي كلمة laughing اهي اخرها ing، يبقى فاضل لي am او is او are من غير ما افكر، ما عنديش غير الار. يبقى why are the children laughing، ليه الاطفال او بيضحكوا. بعد كده عندي complete with the correct form. number 1 it rain heavily outside right now، it rain ايوه عندي كلمة right now يبقى انا عايز مضارع مستمر، يبقى am is are verb ing، it هتاخد is يبقى is raining. number 2 the teacher is، لقيت كلمة is يبقى انا عايز وراها verb ing من غير ما اكمل، يبقى explaining، the teacher is explaining a difficult math lesson to his students، المدرس بيشرح درس صعب، رياضيات صعب لتلاميذه. explaining. number 3 the farmers are watering the field now، الفلاحين بيروا او بيسقوا الحقل الان. they not plant it، طالما قال لي now يا ايوه
يبقى مضارع مستمر، بس هنا قال لي not يبقى انفيها، نكتب هنا عشان تبقى باينه قدامكم. aren't planting. Number 4 look Maya swim in the pool with her sister. من غير ما افكر عندي كلمه look يبقى present continuous and is are verb ing، يبقى مايا هتاخد is واقول ايه is swimming. is swimming. Number 5 my father are still repairing the car in the garage. من غير ما افكر اقول ايه my father are، ينفع my father are my father ده مفرد يبقى is مش are. Number 6 don't make noise the baby، ما تعملش دوشة، يبقى الطفل is sleeping نايم دلوقتي is sleeping. Rola and Jana a movie in the cinema they are enjoying it. رولا وجانا بيعملوا ايه الفيلم في السينما، هم بيبقوا مستمتعين بيه. عندي الشق التاني من الجمله are watching يبقى انا عايز زيها are enjoying مضارع مستمر يبقى انا عايز زيها مضارع مستمر يبقى are watching. Number 2 are you brothers in the pool؟ هل اخواتك بيعملوا ايه في الحمام؟ عندي are يبقى انا عايز verb ing يبقى swimming. Number 3 what doing I am listening to music on my headphones. ايوه اولا doing يبقى انا عايز am او is او are، وده سؤال يبقى انا عايز am is are فاعل، فانا هدور you are you were you were، يبقى are you دي صيغه الاستفهام، فعل المساعد وبعدين الفاعل، يبقى what are you doing ماذا تفعل؟ I am listening to music on my headphones. Number 4 we not for walks in the park we are very busy. احنا ايه نذهب للتمشيه في الحديقه، احنا مشغولين يبقى انا عايزها نفي يبقى اقول ايه aren't going مش رايحين. Number 5 listen اسمع من غير ما اكمل، ايوه listen ده دليل على present continuous يبقى مضارع مستمر am is are verb ing اهي خلصت. يبقى مهدي is talking on the phone with his mom. مهدي بيتكلم في التليفون مع والدته. ماجدة and سميرة not the house at the moment. ماجدة وسميرة ايه المنزل في هذه اللحظة؟ انا لقيت عندي كلمة at the moment بتدل على المضارع المستمر، مضارع مستمر يعني am is are verb ing، لقيت عندي is cleaning are cleaning. ارجع للفاعل ماجدة and سميرة جمع يبقى هاخد ايه are cleaning. Number 7 waiting for the bus at the bus stop. مين مستني الاتوبيس في محطة الاتوبيس، دي جملة يبقى انا عايز ابدأ بالفاعل، وانا عندي waiting ing يبقى انا عايز am is are يبقى we are waiting. Number 8 the chef not a special dish for us right now present continuous ما عنديش غيرها يبقى is making. we on the project these days هذه الأيام يبقى are working. Yasmin isn't here she photographs of the sunset. she يبقى she is taking التصوير بتاعنا. the two teams playing football on the field right now يبقى present continuous. يبقى اقول ايه playing يبقى انا عايزها ايه ايوه are playing. Number 2 is he practices the guitar in his room. عندي is يبقى انا عايز verb ing يبقى انا هشيل ايوه practice اخليها practicing. Number 3 where is your mom she shop at the moment يبقى present continuous am is are she هتاخد is يبقى اقول ايه is shopping. Number 8 علي and I جمع يبقى تاخد are علي and I are riding our bikes we are flying our kites. بص انا بعد ما كملت ناخد بالنا عشان كده دايما نقرا الاخر علي and I are riding our bikes. علي وانا راكبين الدراجات بتاعتنا we are flying our kites احنا بنطير الطيارات. طالما اعطاني فعل تاني
او شيء تاني بيتعمل، يبقى كده الجمله الاولى لازم تكون منفيه، يبقى نقول ايه aren't، مش راكبين الدرجات، ده احنا بنطور طيارات. نمبر 5 حسن was studying hard for his exam now بتدل على present continuous، يبقى هو حاطط له ing، يبقى فاضل قبلها am is are، ما تنفعش was، الحسن هتاخد is. وبرده لازم اكمل الجمله الاخر عشان اتاكد he wants to get high marks، هو عايز يجيب درجات عاليه. نمبر 6 we climb up the mountain at present تدل على present continuous، يبقى am is are، الوي هتاخد are climbing بعد كده هنا جايبني بيكلمني عن speaking او speaking skills، مهارات التحدث. بيقول لي talking about ways to spend your free time، تحدث عن الطرق اللي بتقضي بيها وقت فراغك. فانا لما احب اسال واحد عن وقت فراغه ايه اللي بيعمله فيه ممكن اسالها باكتر من شكل. فهنا بيقول لي يبقى اصفر برضه، ممكن how do you spend your time، how do you spend your free time، كيف تقضي وقت فراغ. او ممكن اقول what activities do you do at your free time، ايه الانشطه اللي انت بتمارسها في وقت فراغك. يبقى ممكن اقولها مباشره how do you spend your free time، ممكن اقول what activities do you do at your free time، ايه الانشطه اللي انت بتمارسها في وقت فراغك. تمام. فهنا لما قلت له how do you spend your free time رد قال لي ايه I spend my free time with my friends playing table tennis، ده الطريقه اللي بقضي بيها، انا بقضي وقت فراغي مع اصحابي في لعبه تنس. ممكن اقول له I spend my free time with my friends playing football، تمام، playing chess، اي حاجه. لما قلت what activities do you do at your free time، ايه الانشطه يبقى اللي انت بتعملها، يبقى انا عايز اسماء الانشطه، يبقى I take regular exercise and learn new skills، باخد تمارين منتظمه، بتعلم مهارات جديده. طب هنا في سؤال قال لي ايه do you think you use your free time well، هل بتعتقد ان انت بتستخدم وقت فراغ كويس؟ why or why not، يعني لو قلت له yes هتبقى why، لو قلت له no هتبقى why not، ليه لا او ليه. فقال لي yes I think so، نعم اعتقد ذلك، yes I think so اعتقد ذلك because I enjoy very much and do useful things، ايوه انا بستمتع بكل جدا و do useful things، بعمل حاجات كتيره جدا مفيده. نشوف المحادثه اللي عندنا هنا. دعاء is asking نهى about her free time activities، دعاء بتسال نهى عن انشطه وقت فراغها. فدعاء بتقول ايه hello نهى، مرحبا يا نهى، how are you. طبعا لما حد بيقول لي how are you برد له ايه ايوه fine thanks، تمام. ممكن اقول له I am fine thank you، كده صح وكده صح، يعني ممكن اقول fine thanks على طول، ممكن اقول I am fine thank you. بعد كده نمبر 2 سألني سؤال، فكانت إجابة السؤال I spend my free time using AI to write stories، أنا بقضي وقت فراغي باستخدام الذكاء الصناعي عشان أكتب قصص. يبقى كيف تقضي وقت فراغ، يبقى أقول إيه how، طبعا دي أداة الاستفهام. الجملة عندي مضارع مستخدم بدون ما فيهوش اس، يبقى how do you، الأي هتبقى you، how do you you spend my هتبقى إيه your free time، كيف تقضي وقت فراغ. فقال I spend my free time using AI to write stories. Great، رائع. وسألني سؤال أو سألت زميلتها سؤال، قالت لها yes I have other hobbies، أيوة عندي هوايات أخرى. فهنا yes أنا عايز سؤال yes or no، يعني بدون أداة استفهام. تمام، يعني هبدأ بالhelping verb، الفعل المساعد، هاجي على الفعل بتاعي هنا have، أيوة have the present من غير اس، مضارع من غير اس، يبقى أنا هبدأ بدو، والاي هتبقى you. Do you have other hobbies؟ قال yes I have other hobbies I usually help at my community. What do you do to help your community؟ ماذا تفعل لكي تساعد مجتمعك؟ ممكن اقول انا بساعد في نظافة الشوارع، I help clean the streets مثلا، clean the parks، اي حاجة. Do you think you use your free time well؟ هل بتعتقد ان انت بتقضي وقت فراغك بطريقة كويسة؟
اسهل حاجه اقول له yes I do. عايز تقول لي yes I think so مفيش مشكله. تمام. بعد كده النهارده بيكلمني عن how to write about ways to spend your free time. ازاي نكتب باراجراف عن طرق قضاء وقت الفراغ. فلما بنيجي نكتب عن my free time عن وقت فراغي يبقى اول حاجه لازم الافكار اللي انا اكون مجهزها في دماغي. do you have free time؟ هل عندك وقت فراغ؟ فلازم اذكر وقت فراغي. how do you organize your time؟ بذكر ازاي بنظم وقتي. what activities can you do indoors؟ ايه الانشطه اللي انا ممكن امارسها في الداخل، يعني في جوه البيت او في مكان مقفول. what activities can you do outdoors؟ وايه الانشطه الخارجيه اللي انا ممكن امارسها في الخارج في اماكن مفتوحه. which activities do you enjoy doing؟ بذكر ايه الانشطه اللي انا بستمتع بادائها. when do you practice your hobby؟ امتى بمارس الهوايه بتاعتي. how do you spend your time with your family؟ ازاي بتقضي وقتك مع العيله بتاعتك. فانا عندي موديل في الكتاب بيقول لي my free time وقت فراغي. it's important to use your free time well. من المهم ان تقضي وقت فراغ بطريقه جيده. you can do many activities. تستطيع ان تؤدي العديد من الانشطه. indoors بالداخل يعني في الاماكن المغلقه. you can read books. تستطيع قراءه الكتب. watch TV مشاهده التلفزيون. or draw pictures او رسم الصور. outdoors في الخارج you can go for a walk. تقدر تذهب للتمشيه. ride a bike تركب دراجه. or play sports او تلعب العاب رياضيه. I enjoy drawing and playing football. أنا بستمتع بالرسم ولعب كرة القدم. I draw every evening after dinner. برسم كل يوم بعد العشاء. I play football with my friends on Saturday mornings. بلعب كرة قدم مع أصحابي أيام السبت الصبح. Spending time with my family is also fun. قضاء وقت مع عائلتي أيضا ده ممتع. We like to cook meals together. بنحب نطبخ الوجبات مع بعض. And watch TV ونشاهد التلفزيون. Sometimes أحيانا we go to the park for a picnic. بنذهب للحديقة عشان نعمل نزهة. It's nice to relax. ده شيء لطيف إن إحنا نسترخي and enjoy time with family and friends. ونستمتع بوقتنا مع العائلة والأصدقاء. أتمنى إن تكونوا استفدتوا النهاردة. أشوفكم إن شاء الله في الجزء الثاني اللي هو lessons 3 and 4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.